مشاهدينا الكرام، هذه ارائكم، وايضا نلتقي بالشيخ اللي يعني اسعدنا ومتعنا بالتقليد لمحاضره استمعنا قدم كثير من النصائح ونقاط مهمه حقيقه التقي فيه واخذ الانطباعات الشباب التي حياكم الله. قصه طيبه اول شيء هي انطباعك عن المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة والله أنا سرور جدا في هاللقاء، وحقيقة مثل هاللقاءات نحن بنفس الحاجة لها، إنه شبابنا ونساءنا وكذلك المشاهدين والمشاهدات نحن بحاجة إلى أن نتقارب، كما قال العلماء إذا تقاربت الأبدان تقاربت القلوب. الحمد لله الشباب في تفاعل كبير، حتى أنا حاولت إني أحرك الجمهور بأسئلة، ما شاء الله في تفاعل، الصغير الكبير يحضر، هذا شيء جميل. بل إني أشاهد بعض الآباء ما شاء الله يحضر بأبنائه، وهذا دليل على وعي عندنا أن الأسرة لابد أننا نشركهم في حواراتنا، حتى الصغير يستمع. الحمد لله مثل هالموضوعات جميلة جدا ولا نشكر حقيقة ولاة الأمر على مثل هالملتقيات، سيما سمو الأمير خالد فيصل أمير منطقة مكة المكرمة. نحن بحاجة فعلا إلى تفعيل مثل هذه الأدوار وردود فعل طيبة ومشاركات موفقة. شكرا أشكركم وأشكر الأخوة الكرام على دعم التنسيق. المشاهدين اللي حضروا معنا ما تعتقد والله أنا أقول لأهل جدة لا يفوتكم حقيقة ملتقى المدينة الشبابية، حقيقة ملتقى رائع جدا. الأخوة حريصين على أن يبذلوا كل ما لديهم لهذا الأبناء، فاجعلوا العيد فرحة طيبة في الملتقيات سواء في جدة أو غيرها وجدة غيرها.